السلام عليكم، معاكم يوسف من قناة لي فود تك. ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. موضوع فيديو النهارده هيبقى مهم جدا للناس اللي عندها خوف من كيسات الاستيراد او بتفكر ان هي تشتري بس خايفه ويتملكها الخوف من الناس ومن اللي بتسمعه دايما عن الكيسات الاستيراد في السوق. ففي الفيديو ده هنوضح هل فعلا الكيسات الاستيراد تستحق ان احنا نخاف ان احنا نجيبها او لا. طبعا احنا هنقسم الموضوع بتاع النهارده لثلاث اجزاء. اول جزء المميزات، تاني جزء العيوب، تالت جزء الترشيحات، او انت هتختار ده او لا من الاخر يعني. ونخش في اول ميزه معانا في الكيسات الاستيراد، ان هي التكلفه بتاعتها منخفضه، او من الاخر او بالبلدي عامه سعرها قليل. يعني هتلاقي دلوقتي الكيسات الاستيراد اغلبها ما تعديش ال 7000 جنيه، في حين ان كيسه جديده او بي سي جديد عامه بيتكلف يجي 17 ل 15 الف جنيه في زياده، وده طبعا من غير كارت شاشه. لكن الكيسات الاستيراد بتبقى دايما بكارت شاشه اللي بتعدي الخمس وال 6000 جنيه على ما اظن. فانت كمستخدم معكش غير ميزانيه محدوده، مثلا ولنقل 8 7000 جنيه، وبتطمح انك تجيب كيسه جديده، ومثلا البي سي ده ظهر قدامك اللي هو الاستيراد يعني. طبعا هيغريك ان في كارت شاشه وان هو بيشغل كل الالعاب 60 فريم، مع ان المعالج اللي فيه جيل تالت او رابع او خامس. فانت بتستغرب بقى، طب ما احط فلوسي هنا وانا اخد كارت شاشه كمان واداء افضل من ان انا اجيب بي سي من غير كارت شاشه بكارت مدمج، فاهمني؟ فانت هنا حته اللعبكه بتيجي في دماغك بقى. وتاني ميزه معانا مواصفات ممتازه ومقابل السعر اللي انت بتدفعه. يعني انت متخيل دلوقتي انك ممكن تجيب بي سي كامل ب 5000 جنيه، في حين ان في الجديد تخيل ان الجديد المعالج فيه ممكن يعدي ال 5000 جنيه. يعني في الكيسات المتوسطه الرايزن 5 5600 اكس اللي هو بحطه في اغلب فيديوهاتي معدي ال 6000 جنيه وال 7000 جنيه. انت متخيل انك بسعر معالج ممكن تشتري بي سي كامل؟ فهنا بقى الناس بيغريها الموضوع ده، ليه ان انا اشتري معالج جديد في حين ان انا ممكن اجيب كيسه استيراد وممكن تقعد معايا بقى على حسب. فانت دلوقتي بتبقى حيران بقى، فاهمني؟ اللذه بتاعت التوفير جت في دماغك، فاهمني؟ فانت خلاص هتشتريها. والميزه الثالثه معانا ان هو جاهز للاستخدام. هتقول لي يعني ايه؟ اقول لك دلوقتي انت هتروح للتاجر تشتري منه الجهاز، وهتروح البيت تحط الفيشه في الكوبس، خلاص كده الموضوع خلص، ولا هتركب ولا هتجمع ولا هتقرف نفسك. يعني دي حاجه ناس كتير قوي بتحبها بسبب ان هي بتفكرهم بالكونسول. يعني من المميزات الجباره في البي اس 4 وال5 والاكس بوكس عامه انك بتاخد الجهاز يا دوب بتشبك الفيشه في الباور وخلاص كده بتخش تلعب. نفس الفكره في الكيسات الاستيراد لكن بشكل تاني، فاهمني؟ ونخش في رابع ميزه معانا، انك ممكن تطور الجهاز بتاعك. هتقول لي تطوير واستيراد؟ الكلام ده كان مستحيل زمان، اي نعم يا جماعه، وعارف ان ناس كتير قوي ما تعرفش الموضوع ده. لكن حاليا انت ممكن تطور اي قطعه في الجهاز الاستيراد، المعالج بقى، الباور سبلاير، الرام، الكارت الشاشه، اي حاجه نفسك فيها. زمان يا جماعه انا احكي لكم قصه قصيره. يعني كان عندي جهاز زيون، مش فاكر ايه حاجه كده، تمام؟ فكان في باور سبلاي محطوط عليه 200 واط. فالوالد بتاعي ربنا يخليه يعني جاب لي باور سبلاي 400 واط. قلت ايه بقى؟ طالما في 200 واط زياده يبقى خلاص هنتطور وهيبقى الالعاب هتشتغل بشكل اسرع وكده. فقعدت اسبوعين احاول ان انا احط الباور سبلاي 400 واط وما عرفتش يعني. فالمهم جالي حداد قال لي ان انا ممكن اشيل لك الكيسه كلها وممكن احط لك الباور سبلاي مخصوص. طبعا حداد ايه وكيسه ايه؟ تمام؟ انت متخيل ان حداد يقول لي كده؟ المهم في الاخر يعني يئست وبعت الكيس عامه وجبت كيس تانية، والباور سبلاي برضه مركبش. فالمهم كان محطوط بقى لمده 3 4 اشهر كده من غير اي لازمه. فالمهم بقى جبت الكيسه الاستيراد اللي هي الاي 3 على ما اظن، جيل تالت او تاني مش فاكر، وعرفت ان انا اغير باور سبلاي عن طريق تحويله كده 6 بن او 8 بن ل 12 مش فاكر. فموضوع ان انا اغير الباور سبلاي كان زمان مستحيل، لكن لما الكيسات الاستيراد الجديده نزلت الحوار بقى اسهل. وتغيير المعالج برضه يا جماعه بقى اسهل بكتير. انت ممكن دلوقتي تضيف بدل اي 3 اي 7، بس بشرط واحد بس، انه يبقى من نفس الجيل. يعني دلوقتي انك لو معاك اي 3 جيل رابع انت ممكن تضيف اي 7 جيل رابع، لكن مستحيل انك تضيف اي 7 جيل سابع. ليه؟ لان هو مش من نفس الجيل. اي معالج من نفس الجيل بتاع اي 3 جيل رابع تمام هيبقى مناسب، لكن جيل اعلى او جيل اقل مش ممكن، او ممكن بس في اجيال معينه على ما اظن يعني.
بقالنا كتير بنتكلم في المميزات بتاعت الكيسات الاستيراد، فهنخش بقى على العيوب بتاعتها. اول عيب والعيب القاتل اللي بيخلي الناس كلها تخاف ان هي تجيب كيسة استيراد، الضمان، لانه مش موجود من الاخر يعني، او محدود. يعني ممكن تاخد ضمان من المحل اللي انت بتجيب منه 3 اشهر، 4 اشهر، شهرين، اسبوعين، فاهمني كده. لكن عمرك ما تلاقي محل بيقول لك ضمان سنة 2 3، او عمرك ما تلاقي شركة اتش بي جايه لك كده، او ديل عامة، او لينوفا، او اي شركة من دول جايلك بتقول لك الاجهزه بتاعتنا الاستيراد عليها ضمان مثلا سنتين، زي مثلا التليفونات كده او البي سي الجديد. ده لوحده تمام كفيل ان هو يخوف اي حد. والعيب التاني معانا عمر افتراضي اقل. تقول لي يعني ايه عمر افتراضي؟ اقول لك يعني الكيس دلوقتي اللي انت جايبها، او البي سي عامه الاستيراد اللي انت جايبه ده، انت عارف طبعا ان هو مستعمل، ده المفروض يعني، فاكيد مش هيبقى باداء الجديد او نفس العمر الافتراضي بتاع الجديد. يعني يوم مثلا هنقول ان الكيسه الاستيراد هتعيش 3 سنين معاك، تمام، ده عمر افتراضي عادي يعني، اللي هو دي من دماغي، ممكن تعيش اكتر وممكن تعيش اقل، تمام. في حين ان الكيس الجديد او البي سي الجديد ممكن يعيش 6 او 7 او 10. ليه؟ بسبب ان هو جديد. يعني الاجهزه اللي جوه او الباور سبلاي بقى، السي بي يو، الجي بي يو، ده كله مش مستهلك في الجديد لانه لسه جديد. لكن بقى في الاستيراد الموضوع مختلف، بسبب ان هو مستعمل اصلا، فهو جاي لك مستعمل، او الباور سبلاي بقى ده كله، كارت الشاشه بقى والمعالج، دول كلهم مستعملين اصلا، فانت هتستعملهم تاني، فالعمر من الافتراضي بتاعهم طبيعي هيبقى اقل، فاهمني. تالت عيب معانا التكنولوجيا القديمه. يعني دلوقتي انت مش هتقارن السوفت وير بتاع 2013 بالسوفت وير بتاع 2024 او 25. يعني صحيح، كل سنه وانتم طيبين، انا نسيت اقول لكم اصلا، سوري والله يا جماعه، عندي امتحانات فاينل والدنيا بايظه. فحوار السوفت وير في المعالجات القديمه مش احسن حاجه، لكن ممكن تبلعه لو انت مثلا مش متطرق للحوار ده او مش مهتم اصلا، فاهمني. يعني دي يعتبر عيب خفيف. ورابع عيب معانا واللي بعتبره عيب قاتل يا جماعه، انك مش متاكد من القطع الداخليه بتاعت الجهاز. تقول لي دلوقتي يعني ايه يا جو مش متاكد؟ اقول لك دلوقتي انت بتشتري جهاز مستعمل، عملت له فحص، تمام، روحت البيت اشتغل معاك يوم، 2، 10، شهر، فجأة كده تلاقيت في قطعة في الجهاز مثلا، ولنقل الرام، مبقتش تشتغل. تستغرب، قلت ازاي اصلا، ما انا جايبه اصلا من الراجل كان شغال. فانت يجي لك استغراب. طبعا ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان القطع قديمه اصلا، فاكيد لازم تتلف. فانت بقى وحظك في الموضوع ده في الكيسات الاستيراد، يا اما حظك يبقى حلو، القطع بتاعتك ممكن تقعد سنه 2 3 براحتها، وفي قطع تانية بتقعد اسبوع، 10 ايام. يعني انا دلوقتي عندي واحد صاحبي كان جايب كيسه استيراد، لقيته داخل يقول لي ان هو بعد 3 اشهر حرفيا من استعمالها تلاقي الباور سبلاي ضرب. انا استغربت، قلت يعني جاي بعد 3 اشهر يضرب؟ يعني انا استغربت جدا يعني. وراح للتاجر قال له ان الموضوع ده حصل، قال له انا ماليش دعوه يا باشا، انت واخدها مني سليمه. فدايما التاجر هيرد عليك يقول لك كده، الحاجه طالعه من عندي سليمه يبقى ماليش دعوه. وطبعا ده حقه، ليه؟ بسبب ان هو قايل لك ان ما فيهاش ضمان، فخلاص بقى، فاهمني. نخش بقى في اهم جزئيه في الفيديو بتاعنا، هتجيبها ولا لا؟ من الاخر، لو انت شخص موسوس وما بتحبش المستعمل، او ما بتحبش عامه فكره المستعمل، جيب لك الجديد وريح دماغك. لكن في حته الاستيراد دي، الاستيراد دي للناس اللي معاش غير ميزانيه معينه، عارفه تاجر او واثقه من تاجر معين وعايزه تجيب منه جهاز، تمام، والناس كلها بتشكر فيه، تروح يا باشا تجيبه. لكن انا عمري ما شجعت الناس تجيب استيراد. ده بسبب ايه؟ بسبب ان اعطاله كتير، تمام، وانت بتشتري سمك في ميه. يعني حرفيا ما بتشتريش حاجه كده بيتقالك ان هي سليمه، لا، انت مش متاكد ان هي سليمه او لا، ففي مخاطره في الحوار. فانت مثلا لو معكش غير فلوس معينه معاك، تمام، جيبها يا باشا وما تترددش. لكن لو انت مثلا في فرق ما بين المستعمل والجديد 3000 جنيه، 2000 جنيه، لا، جيب الجديد اضمن لك واحسن لك يعني. لكن طبعا الكيسات الاستيراد بالنسبه لي تظل من افضل الحاجات اللي حصلت لي، بسبب ان انا يعني اتعاملت مع كيسات الاستيراد كتير على مدار 10 سنين مثلا. فانا برشحها لك يعني في الاول وفي الاخر، بس لفئه معينه، مش لكل الناس، فاهمني. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.